إلى كل من اختارهم الله واصطفاهم الله لخدمة ضيوف الرحمن، أقول هنيئا لكم وأبشروا بالخير، فقد اختاركم الله من بين الملايين لخدمة ضيوف الرحمن في أي قطاع كنت. استبشر بالخير يا أخي الغالي، وهذه والله نعمة عظيمة اختارك الله لها، فاحمد الله جل وعلا عليها وأخلص عملك. ونحن نرى قوافل الحجيج تتوافد على مكة، قلوبهم تكاد تطير فرحا، غير مصدقين أنهم في أفضل البقاع وخير الأماكن على الإطلاق، وهم ينظرون لكم يا أخوان القائمين على خدمتهم بأنكم أنتم أحفاد الصحابة والتابعين. فيا أخواني كونوا خير خلف لخير سلف، وخذوا هذه البشائر العظيمة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فإذا أردت أن تكون محبوبا عند الله فعليك أن تنفع الناس وتساعد الناس بأي وسيلة كانت، بفكرك أو بعلمك أو بتوجيهك أو بإرشادك أو بإعانتك لهم أو بصبرك عليهم وتحملهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كم هي حوائجنا يا إخواني عند الله من حوائج الدنيا والآخرة، يقضيها الله لك وييسرها الله لك إذا كنت في حاجة أخوك المسلم. وش اللي يمنعك أنك تأخذ إنسانا ضايع تايه في الطريق، ضيع مكان الحملة ولا ضيع مكان الباص، وتمشي معه لا يعرف لغتك ولا يعرف أسلوبك ولا يعرف كلامك، تأخذ وتدله إلى مكانه؟ هذه ليست نعمة عظيمة؟ يقضي الله جل وعلا لك أمورك يا عبد الله وأنت ما أخذت إلا يمكن جهد بسيط، يعني ما استغرب منك إلا دقائق. وقد جمع الله لك في هذا الشهر يا إخواني فضل الزمان وفضل المكان وفضل المخدوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والله أنها فرصة يا أخي الغالي أنك تزيد من حسناتك، أنك تعمل الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله جل وعلا. وأنتم يا من تسهرون على خدمة الحجيج، نعرف والله أنكم تتعبون وتسهرون وفي إرهاق وفي جهد، لكن خذوا هذه البشارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينا لا تمسهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. أسأل الله أن تشملكم هذه الرحمة وهذا الفضل العظيم. وأنتم يا من تحملون المرضى وتعينون عاجزا وتدلون وترشدون ضالا وتعينون يعني وتعينون إنسان مريضا وتحملون العجزة وكبار السن وتعطونهم من الماء وتتحملونهم وتصبرون عليهم، إن شاء الله أن يشملكم هذا الفضل العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. يا الله، الله يثبت أقدامي وأقدامكم يوم تزول الأقدام. فضل عظيم يا أخي، تمشي مع أخوك المسلم وتعينه يثبت الله قدمك يوم القيامة. يا أخواني والله إنها فضل عظيم. ثم أوصيكم يا أخواني بوصايا سريعة: إذا قابلت الحاج فقل له هذه الكلمات التي تجعل في نفسه شيء عظيم. تقول له مثل: غفر الله لك، الله يجزاك الجنة، الله يجعل حجك مقبول، إن شاء الله نراك في الأعوام القادمة إن شاء الله عايد هنا إلى مكة للحج، نسأل الله أن يجعلك من المعتقين من النار، أسأل الله يغفر ذنبك، أسأل الله يردكم إلى دياركم سالمين غانمين. وأبدأهم يا إخواني بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلموا عليهم وعودوهم الكلام الطيب. تراهم مساكين، بعض منهم يعني اختلاف اللغات واللهجات والعادات والتقاليد، ترى بعض منهم ما يدري ايش تقول ولا يعرف كلامك، فاصبر عليهم يا اخواني وعاملوهم باللين. قد تسمع منهم زله ولا سلوك كلام جارح غير مقصود، فاحسن الظن فيهم يا اخي الغالي وعاملهم باخلاق الصالحين، بالصبر وبالحلم وبالاناء يا اخي، تحملهم. فابشر بالخير يا اخي الغالي. واوصيك يا من تقوم على خدمة الحجيج بهذا العمل: الإخلاص الإخلاص الإخلاص. أخلص عملك لله جل وعلا، لا تراقب الناس ولا عليك من الناس ولا تنتظر شكر من أحد ولا مدح من أحد. خل مراقبتك وعملك لله جل وعلا. أخف هذا العمل، اجعله خبيئة بينك وبين الله جل وعلا، ادخرها ليوم تبحث وينفعك هذا العمل. أسأل الله جل وعلا أن يقبل الحج الحجيج وأن يردهم سالمين غانمين وأن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وأن يعينكم أنتم يا من تقومون على خدمة الحجيج بأي قطاع كان. أسأل الله يعينكم وأن يوفقكم وأن يثبتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر.